الفريسك او خد الجميل او التفاح المكرمل، كلها اسامي لطريقة جميلة بصراحة بتفرح الاولاد، وطبعا بتديكي نتيجة تحفة وجميلة جدا. تعالوا كده نعمل كده السيرب بتاعنا. بس الاول نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حطينا كوبايتين من السكر على نص كوباية مية، ونرفعهم بقى كده على النار. اول ما يبتدوا يغلوا هنضيفوا عصير نص ليمونه، مطلعه بقى منه البذر ومن اي شوائب منضفاه منه. وما تحطيش كده العصير كله عشان الشربات ما يقصعش معاكي او ينشف منك. ونقلب كده في نص الحله عشان السكر ما يطلعش على جوانب الحله ويسكر منك. هنا بقى بعد ما حطينا نص الليمونه او عصره الليمونه، نهدي النار بقى ونشوفوا هنعمله ايه. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا معانا التفاح بتاعنا، والتفاح بتاعنا مش بلدي. هي في الوصفة ديت في التفاح البلدي بتبقى جميلة، بس بصراحة احنا عندنا التفاح البلدي اغلى من التفاح المستورد. وانا حبيت اعمل الوصفة ديت بالتفاح اللي لونه اصفر علشان ابين معاكم الطريقة من مميزاتها لعيوبها. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى حطينا عيدان الشيش تاووك، وعايزه اقولك ان عيدان الشيش تاووك برضو هتكون ضعيفه معاكي كده وانت بتقلبي التفاح في العسل. يستحسن تكون حاجه جامده زي شوكه، زي اي حاجه جامده، او تحطي مثلا 5 6 اعواد من الشيش تاووك. هنا حطينا اللون الاحمر وحطيت 6 نقط، وبرضو اللون بتاعنا خفيف. رجعت حطيت 4 نقط، يعني كده 10 نقط برضو. اللون بتاعنا خفيف، او اللون الاحمر خفيف. اضطريت ان انا احط ربع الازازه بجد، وعملت لها كده الاختبار بتاعها في طبق فيه شويه ميه ساقعه، واداني كده كرة طريه، علشان ما تعورش اسنان الاولاد او سنان اللي هياكل من التفاح. وكانت طريقه يعني حلوه وناجحه. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مع انهم قالوا في الوصفات اللي شفتها وكل القنوات قالوا تضيفي 4 نقط من اللون الاحمر الغذائي. انا ضفت بقول لكم ربع الازازه، وربنا شهيد ووكيل عليا. هنا بقى نحط كده التفاح ونقلبه كده في العسل بتاعنا، او الشربات اللي هو لونه احمر المكرمل. وطبعا كل شويه تقلبي، هيعوز تقليب جامد. هنا بقولك العيدان الشيش طاووق ضعيفه جدا، عايزه حاجه جامده زي شوكه، لان كل ما بتصبري شويه الشربات بينزل منك او العسل بينزل منك وبيجمد في نفس الوقت. تضطري تروحي بيها تاني على البوتاجاز علشان تفك العسل او تفك الشربات. وتقلبي بقى كده التفاح في العسل. عايزه اقولك ان كل القنوات اللي طلعت وقالت لك من حلاوتها ما قدرتش استنى، كلتها وهي كده، لانه هو فعلا كده ما قدرتش تستنى. ليه بقى؟ لانه لو استنت العسل هيجمد معاكي او التفاح هيجمد منك. ثانيا، اللي ممكن يكون غلط على سنان الاولاد ويكسر لك سنان الاولاد. ويا حبذا لو دخلتيها التلاجة الكارثه هتزيد كارثتين. اولا مش هتعرفي تطلعيها، ثانيا هينشف منك خالص وهيبقى غلط كده على سنان الاولاد ويكسرها. انا عايزه اقولك ان هي طريقه حلوه وجميله، بس تتاكل في ساعتها. ليه بقى؟ لان كل ما بتصبري عليه شويه العسل بينزل من عليه. وهنا انا نقلته في طبق تاني لان كل العسل نزل، ورجعت احط عليه تاني بالمعلقه. انا بقولك بكل امانه وبكل صدق، انا الفيديو ما يهمنيش ان هو يلم مشاهده على قد ما اكون صريحه معاكم واقول لكم المميزات والعيوب. هنا نقلته في طبق تاني علشان هو كان نزل العسل اللي عليه، واضطريت اروح على البوتاجاز افك العسل، وبقيت افضي بالمعلقه عليه لحد ما اداني اللون ده. انا عايزه اقولك ان هو طعمه روعه وشكله تحفه ومسكر وزي العسل وهيفرح الاولاد بجد. يعني هو طريقه حلوه وهتفرح الاولاد، وطريقه برضو اقتصاديه في نفس الوقت، انك هتوفري بدل ما تشتريه غالي من بره. اتمنى اكون افدتكم ولو بمعلومة. مع السلامة، باي باي.